السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. معكم فريد الصنباطي، والهلال بيضرب النصر بثنائية نظيفة. متعودين، ترى متعودين. نجح فريق الهلال في تحقيق فوز مهم وكبير وصعب جدا على فريق النصر الغريم التقليدي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في المباراة النهائية في كأس نهائي موسم الرياض لموسم 2024. التقى الهلال والنصر في حضور كوكبة كبيرة جدا، على رأسهم الأمير ترك آل الشيخ وسمو الأمير الوليد بن طلال اللي حضر المباراة. وتفوق الهلال بشكل كبير خاصة في الشوط الأول، ونجح اللاعب سالم الدوسري وياسر الشهراني في التفوق والأفضلية للهلال في المباراة، ونجحوا منهم يفوزوا وتسجيل هدفين، مما صعب مهمة كريستيانو رونالدو ورفاقه في العودة للمباراة. كمان النصر لم يقدم المستوى ولا المردود المتوقع منه خلال اللقاء، خاصة في الشوط الأول كان بعيد كل البعد سواء على المستوى الدفاعي أو المستوى الهجومي. يمكن لم يهدد النصر مرمى الهلال في أي مناسبة خلال شوط كامل، وكانت الأفضلية كلها للهلال اللي سيطر بشكل كبير جدا على مجريات المباراة وسط تراجع وحالة من التوهان والسرحان للاعبي النصر في أرضية الملعب. بينما في شوط المباراة الثاني حاول المدير الفني للنصر العودة للمباراة من خلال بعض التغييرات والدفع بالسنغالي ساديو ماني بجانب كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا اللاعب البرازيلي، لكن المحصلة لم تكن سوى حصول كريستيانو على بطاقة صفراء وتاليسكا على بطاقة، واستمر التفوق الهلالي ليتوج الهلال بطلا لموسم الرياض 2024 في مباراة استحقها عن جدارة واستحقاق فريق الهلال في موسم الرياض. بنقول مبروك للهلال وهارد لك لفريق النصر وجماهيره، وحظ أوفر إن شاء الله في المباريات القادمة. ولم تنتهي المنافسة ولم تنتهي المواجهات المباشرة بين الهلال والنصر أو النصر والهلال، ولسه ما زال هناك مواجهة مباشرة في الدوري السعودي. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم. لا تنسوا دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.